السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ الأكل العربي. النهاردة هنعمل معاكم السبانخ على طريقتي، ويلا بينا نشوف المقادير. معايا كيلو من السبانخ، حبيتين بصل وسط، كوبين عصير طماطم، كوباية من شوربة اللحمة، مكعبات من اللحمة، التوابل مكعب ماجي، فلفل أسود، شطة، بهار مشكل، كزبرة، ملح، معلقة ثوم مهروس. حلة على النار حطينا فيها شوية زيت ومعلقة من السمنة، ممكن تستبدلوها بزبدة أو زيت فقط. هننزل بالبصل وهنقلب لحد ما ياخد لون بسيط. بحب استخدام المعلقه السيليكون لانها ما بتخلي الجوانب تسود مني. بلش ياخد اللون الذهبي، بنزل في معلقه من الثوم المهروس وبقلب لحد ما تطلع ريحه الثوم. بعد ما اخذ اللون اللي بدي اياه بنزل بالتوابل بتاعتي، بدي تقليبه. شايفين كيف صار لونه ذهبي؟ بنزل كوبايتين عصير الطماطم وبقلب لغايه ما يتجانس، وبوطي النار عليه لغايه ما الصلصه تتسبك. بعد ما تسبكت الصلصه بننزل بمكعبات اللحمه، نسيبها دقيقتين تانيين. بعد ما عدى دقيقتين بننزل بالسبانخ على نار هاديه عشان تطلع حلوه وكمان ما تتهريش منك. هنا بعد ما نزلت بالكميه كلها هديها تقليبه بالراحه. الله اكبر الله عز وجل. بعد ما قلبتها شوفوا كيف نزلت، بتطلع السوائل اللي فيها. هاي الخطوه مهمه ان احنا نخليها على نار هاديه عشان تنزل كل السوائل. بنتركها على نار هاديه لحد تنزل كل السوائل دقيقتين، وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل. بعد دقيقتين بننزل بكوبايه الشوربه، نديها تقلبتين ونسيبها على نار هاديه لحد ما تستوي. ويلا بينا نعمل الرز بالشعريه جنبها. في حله على النار هننزل بالزبده والزيت، هننزل بكوبايه من الشعريه، معايا 3 كوبايات من الرز. هنغسلهم غسله حلوه ننزل النشا عشان الرز يبقى معانا مفلفل. بعد ما غسلت الرز وصفيته هنرجع للشعريه، شايفين ازاي لونها بقى ذهبي؟ هننزل عليها بالرز وهنقلب. هلا بعد ما قلبناه بالنسبه للتوابل انا معايا مكعب ماجي، 2 حب هان، 2 ورق لورا، ورشه ملح. اول شيء بنحط مكعب الماجي وبندي تقليبه عشان الماجي يفك منه مع الرز. رشه ملح. بنضل نقلب لشي 5 دقائق لحتى تتغلف الحبايه عشان يكون معنا الرز مفلفل. وهننزل بالمي. طبعا المي ملهاش مقدار محدد، هي بس بتتغمر يعني مش بالكوبايه، انا ما باخدش بالعيار لان انا باستمرار بعمل. وهنديه تقليبه وهننزل عليه بورق اللورا وحب الهام، نقفل عليه ونسيبها بعد ما يتشرب على نار هاديه لحد ما يستوي. نرجع للسبانخ. السبانخ بقت جاهزه، شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحتها ماليه البيت وحوالين البيت. هنا بعد ما الرز اتشرب هنوطي النار عليه ونسيبه لحد ان شاء الله ما يستوي وهنشوفه بالتقديم. خلينا نشوف ازاي هنعرف ان الرز استوى قبل ما نقفل عليه. بمعلقه كده بنعمل كده ونشيلها تاني بالشكل ده. الرز كده استوى وهنقفل عليه النار. نروح لمرحله التقديم. زي ما شايفين انا قدمت الاكل بشكل لطيف. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. تشجيعا منكم لتنزيل وصفات جديده، لايك وشير، ما تنسوش الاشتراك بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.